أهلا وسهلا بحضراتكم محبي ومتابعي ومشاهدي قناة أبسط فكرة. أتمنى تكونوا بخير وتكون فيديوهاتنا اللي فاتت بتعجب حضراتكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، عن انقطاع التيار الكهربائي. طبعا الفترة دي مع ارتفاع درجات الحرارة الكهرباء بتقطع في معظم الأماكن، في معظم المناطق، في معظم المحافظات، والناس كتيرة سألتنا ايه الإجراء الاحترازي اللي احنا ممكن نعمله، ايه الحاجة اللي احنا المفروض ناخد بالنا منها، ايه الاجهزه اللي لازم تتفصل اول ما الكهرباء تقطع، هل لو سيبنا الاجهزه دي متوصله بالكهرباء هتحصل مشكله، طب ايه العواقب وايه الخطوره من ان الكهرباء ترجع مفاجاه والاجهزه لسه متوصله زي ما هي ولسه شغاله. هنشوف كل ده مع بعض النهارده وهنعرف التفاصيل دي كلها سريعا، ومش هنطول على حضراتكم ان شاء الله، وباذن ربنا يكون في معلومات قيمه ومفيده جدا. اول حاجه، الكهرباء لما بتقطع وبترجع بيبقى فيه اندفاع للتيار، بيكون أشد وأقوى من الوضع الطبيعي بتاعه في التشغيل العادي، وبالتالي في أجهزة كتير مش هينفع تتحمل وهتكون عرضة للاحتراق أو للتلف، وإحنا في غنى عن ذلك. هنقول بعد ما الكهرباء تقطع نفصل الأجهزة علشان نتأكد إن لما الكهرباء ترجع الجهاز ده مش هيشتغل. الكهرباء اللي جاية بالطاقة إذا كانت أقوى أو أقل مش عايزينها تدخل على الأجهزة دي بشكل مباشر. الطبيعي ان احنا هنستنى لما الكهرباء ترجع والوضع يستقر، نستنى على الاقل خالص من 3 دقايق ل5 دقايق، ده الوضع الكويس او الوضع الصحيح، ان احنا بعد التيار ما يرجع نستنى من 3 دقايق ل5 دقايق وبعدين نشغل الاجهزه زي ما احنا عايزين. الاجهزه اللي لازم تتفصل لما الكهرباء تقطع زي الشاشات، طبعا دي اول الاجهزه اللي هي معرضه للتلف، اول الاجهزه اللي هي عرضه ان يحصل فيها احتراق ويحصل فيها مشاكل كتيره احنا في غنى عنها. الشاشات بشكل عام، بتكلم على الشاشات اللي هي السمارت او ال LED او ال LCD، يفضل ان احنا نفصل الشاشه بمجرد انقطاع التيار الكهربائي. الثلاجه، الديفريزر، دي حاجات اساسيه. حاليا دلوقتي الحاجات دي مكلفه جدا جدا وصيانتها مكلفه جدا واحنا في غنى عن ذلك. التكييفات بجميع انواعها، السخان بتاع الميه، وفي حته فنيه هنقولها للسخان برضو، المفروض لما ترجع الكهرباء يفضل ان احنا قبل ما نشغل السخان، قبل ما نرفع زرار البوتشينو او قبل ما نحط الفيشه بتاعته واتيفر زي ما احنا موصلينه في البيت، يفضل ان احنا قبل ما نشغل السخان نفتح الميه السخنه ولو لدقيقه، نتاكد ان السخان فعلا مليان بالميه، مش ان احنا استخدمناه وكانت الميه قطعه فما كانش فيه ضغط للميه، فالميه كانت قلت داخل السخان واحنا مش واخدين بالنا. ده هيكون عرضه للتلف اكتر ان احنا لو شغلنا السخان وهو مش مكتمل والخزان بتاعه مش مكتمل ميه. يفضل كمان ان احنا لما الكهرباء تقطع نسيب لمبه واحده بس منوره في الشقه او في البيت او في الفيلا او في العماره. يفضل ان احنا نسيب لمبه واحده هي اللي شغاله علشان لما يرجع التيار نعرف ان التيار رجع بس مش اكتر. ليه احنا بنقول لمبه واحده؟ عشان نبقى احنا وفرنا باقي اللمبات، ما خليناهمش برضو عرضه للتلف او عرضه للاحتراق. طيب بالنسبه للثلاجه والديفريزر، يفضل ان لما الكهرباء تقطع او لما التيار يقطع يفضل ان احنا نتاكد ان الباب مقفول بشكل صحيح، مفيش اي حته مفتوحه من الجنب، مفيش اي حاجه تدخل ليه تهويه، علشان نضمن ان الحاجه اللي جواه، المحفوظات اللي جواه سواء اكل او مشروبات او whatever، تحتفظ بالبروده بتاعتها لمده اطول، عشان احنا مش عارفين التيار هيرجع بعدها بقد ايه. لو حضرتك موصل موبايل على الشاحن والكهرباء قطعت، يفضل ان احنا نفصل الشاحن من الكهرباء ونفصله من الموبايل علشان تضمن ان البطارية ما يحصلش فيها مشكلة ودايرة الشحن بتاعة الموبايل نفسه ما يحصلش فيها مشكلة. وبأكد تاني مع حضراتكم، لما الكهرباء ترجع يفضل ان احنا ما نشغلش اي من الاجهزة اللي احنا قلناها اللي فاتت دي كلها غير بعد عودة التيار ب3 دقايق او 5 دقايق، ده يكون افضل جدا. شكرا جزيلا، واتمنى الفيديو يعجب حضراتكم. معلومات بسيطة بس هتغنينا وهتوفر علينا تكلفة صيانة كتير للأجهزة. أشكركم جزيلا وأتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، واللي يعجبه الفيديو ياريت يتكرم علينا ويعمل لايك، واللي مش مشترك معانا في القناة ياريت يشرفنا بالاشتراك.